وبالتالي من حق زيزو حتى لو الزمالك دفع النهارده، حتى لو الزمالك دفع بكره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد منير من قناة كورة أونلاين. النهاردة يا جماعة هنجيب فيديو علاء صادق وهو بيشرح لنا ازاي فسخ عقد زيزو بالتفاصيل وانتقاله إلى الشباب السعودي. طب والحاجة التانية، حسين الشحات في النيابة. حسين الشحات في النيابة، ونشوف التفاصيل والعك اللي بيحصل. نروح نشوف الفيديو الأول ونرجع لكم تاني. زيزو مخلص كل حاجة مع نادي الشباب، خلاص. زيزو أرسل لنادي الزمالك خطاب إنذار لفسخ العقد لعدم حصوله على مستحقاته، وأرسل صورة من الإنذار لاتحاد كرة القدم وصورة من الإنذار للاتحاد الدولي الفيفا. زيزو في الإنذار حدد 15 يوم زي اللوائح ما بتقول. إذا الزمالك ما دفعش المستحقات خلال 15 يوم من حقه فسخ العقد أوتوماتيكيا دون العودة لا للزمالك ولا للاتحاد المصري ولا للفيفا، طالما الخطابات واضحة زي الشمس. الجديد والغريب قوي إن ال 15 يوم خلصوا امبارح والزمالك ما دفعش، وبالتالي من حق زيزو حتى لو الزمالك دفع النهارده، حتى لو الزمالك دفع بكره، من حق زيزو انه خلاص يفسخ عقده مع نادي الزمالك ويروح لاي نادي تاني. زيزو اتحرك في القضيه دي عن طريق محامي عقر في الفيفا، مش سلفاتوري بتاع كافالي بتاع ميدو، لا، محامي عقر يعني. عمل له كل حاجه في صمت، واستغل الفترة اللي الزمالك مشغول فيها وفاضي إداريا أو فوضوي إداريا، لا عنده مجلس إدارة ولا عنده رئيس نادي ولا عنده اجتماعات، ومشغول في البطولة العربية ومشغول في ديون ومشغول في إيقاف القيد ومشغول في الصفقات ومشغول، وراح بعت الجواب وما قال لهمش إن هو بعت الخطاب. بعد كده عمل عملته السودة في ماتش الزمالك والشباب عشان يصرف النظر اكتر واكتر واكتر انه متفق مع الشباب. عمل خناقه في ماتش الشباب وضرب لاعب في ماتش الشباب، قال لك يمكن اتطرد فيها بس الحكم الليبي احتواه، واخد الدرس المصري، الحكم الليبي احتواه فما اتطردش، انما كان نفسه يتطرد عشان الناس تيجي في دماغها ان هو بينه وبين الشباب مصانع الحداد وهو مخلص معاهم. شغل الحقيقه شغل مختلط قراري. المهم زيزو يقدر النهارده يمضي للشباب السعودي، يقدر النهارده يبعت للفيفا يقول له انا فسخت عقدي مع نادي الزمالك، يقدر يعمل كل حاجه، لكن للامانه زيزو لحد دلوقتي شاري الزمالك، الحق يتقال، ومصمم ان الزمالك ياخد فلوس في انتقاله، وبعت ابوه 3 مرات لنادي الزمالك، وكل مرة المختل يطرد أبوه بشكل قبيح، لكن المرة دي أبوه هيروح بقى في المرة الرابعة وهو حاطط رجل على رجل وحاطط في وشهم، هيبقى رافع رجله في وشهم، المبلغ كذا، عايزين ولا نمشي ببلاش؟ ويا خبر النهاردة بفلوس بكرة ببلاش، زي ما زيزو النهاردة بفلوس وبكرة ببلاش. وبعد يا جماعه ما رجعنا لكم من علاء صادق وهو بيتكلم عن زيزو فسخ عقده مع نادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك الراجل زي ما قال لك والده راح مره واثنين وثلاثه عشان خاطر يفسخ عقده وهو مش راضي، حتى مش يفسخ العقد، لا يبيعه. هو الراجل عايز يروح عشان نادي الزمالك يستفاد بفلوس. يعني زيزو كتر الف خيره، عايز خاطر الزمالك يستفاد بفلوس، وعشان كده خاطر ان ابوه يروح له ويرضى ان يروح للشباب. فمرتضى مش راضي، والناس بتوع السعوديه زعلوا، بتاع الشباب السعودي زعلوا ان طلع العقد او الجواب اللي هم باعتين له للزمالك عشان خاطر يتعاقدوا مع زيزو. ان دي الحاجه دي بتبقى يعني في الكتمان، عشان برضو الناس اللعيب اللي في مكانه هناك او حاجه زي كده، يبقى الحاجات دي بتبقى في السر، يعني محدش بيعرفها غير لما الصفقه تتم. فمحدش رئيس نادي يطلع يقول الكلام ده كده، يعني عيب. الناس زعلوا، مش اصول كوره.
مش اصول تعاقد. فالزمالك مش عايز يبيع زيزو ليه؟ ما هو زيزو ممكن يفسخ عقده خلاص كده ويروح نادي الشباب السعودي. بس زيزو راجل محترم، عايز الزمالك ياخد فلوس، وهم خايفين. هم ممكن يبيعوه خلاص ماشي عادي، بس هم خايفين يروح ويرجع الاهلي تاني زي ما حصل مع امام عاشور. هم خايفين من النقطة دي. ده بالنسبة لزيزو. بس هو لغاية دلوقتي زي ما قال لك هو فعلا لسه ما وقعش ولا اي حاجة. الحاجة التانية، حسين الشحات في النيابة. الناس وصلوا وخلاص، الإجراءات وصلت للنيابة والحاجات دي، وعايزين بقى يبعتوا لحسين الشحات طب أنا عايز أفهم، هو إحنا عايشين فين؟ مش في كورة؟ يعني ده مش نظام كروي، ولا دي إيه؟ دي مسابقة كروية ولا دي مسابقة في الشارع؟ حتى لو مسابقة في الشارع ليها ناس يا عم بيبقوا منظمينها وعارفين تفاصيلها وعارفين كل حاجة، مفيش حاجة بتروح للحكومة ولا النيابة ولا الكلام ده. هو إحنا عايشين فين؟ ال 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 بتوع الدوري فين؟ اتحاد الكرة فين؟ الرابطة فين؟ هو بيراميدز ده ايه على راسه ريشة؟ تمام. ما هو اول واحد عاقبه حسين الشحات هو كان النادي الاهلي في الملعب. حسين سيد حفيظ كان عاقبه، كان نزل عليه عقوبة. طب ما هي هتبقى قضية قصاد قضية. ما هو ده برضو التاني ده شتم جماهير وشتم حسين الشحات وشتم لاعيبة تانية وشتم حسين الشحات بالأم وبالأخت ومراته. هو في إيه بالظبط؟ فهتبقى قضية قصاد قضية، قضية قصاد قضية. وختاما كده يا جماعة بقى حاجة كده على الطياري، ما حدش يصدق ان المهاجم اسمه كذا واسمه كذا. الاهلي مكتم كتمان فظيع على اسم المهاجم، ومش هيظهر اسم المهاجم غير لما القندوسي يطلع اعارة. يطلع اعارة يعني اول ما القندوسي يطلع اعارة تأكدوا كده ان اسم المهاجم هيتقال. وبكده يا جماعة تكون خلصت حلقتنا، ودعمونا بالاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.